أخبارك؟ أهلا وسهلا. والله اليوم شخطناهم شخط الأرجنتين. ألف 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 مبروك. قلت لهم العالم كله فرحان ما عدا الأرجنتين. لا، هو بشكل عام دائما هذا دليل أنه لكل مجتهد نصيب، بس هذه المسألة وما فيها. جعفر، ترى المنتخب السعودي من زمان قوي، من زمان قوي صراحة يعني. طبعا. وكل ما جاي كل ما جاي لأنهم يعتقدون أنه هذا التفوق الرياضي يضيف شيء للعرب ويقدم منطقة الشرق الأوسط بأنه فيها مبدعين، فيها ناس يستطيعون أن يصنعوا شيء جيد. نعم. فات الشموع لأن ريحتها ذبحتني. فيها عطر قوي كثير. لا يفاتح هنا 4 سنين، افتح لك بس واحدة. نعم. هي لها 3 فتائل. ليش اشتغل 3؟ شغل بس واحدة مثل الثاني، ريحتها قوية، اشغل بس واحدة ما اشغل 2. لا، هو الشخص المدخن ما يتذوق الرائحة مثل ما يتذوقوها الناس الطبيعيين. نعم. وهذا الشاعر يقول: ويتهاداك في المجال قوم كيف تتخذ الأفاعي هدايا. ايش كم مول عندكم؟ نعم. ايش كم مول عندكم بالرياض؟ أكثر من رحمة. استغفر الله العلي العظيم. كم مول يعني؟ المولات يعني سنتر رياض 1 2 3 يعني. قد ما عندكم نخل بالسماء. لا، بقد ما عندنا ثلج بالمشيغن. الآن بالمملكة العربية السعودية الإنسان يعني إذا مساوي بلان يمشي فيها ويتجول ما يمل أبدا. حبيت سينما فيه، حبيت تسوق شوبينج فيه، مطاعم من كل دول العالم فيه، ملابس من كافة. شوفي أنا بدوي الآن لابس كاجوال عادي فري موجود يا بابا. اطلب تجي ما عندك. يسألوك على الشاي يقولوا لك وين الشاي؟ ما عاد أشرب شاي بالليل. ما أشرب شاي بالليل، يسهر. ترى النفتشن لا تخلي رجال يسهر عنده. باكر ابنك عنده مدرسة. tomorrow is vacation. صدر قرار من الملك سلمان بكرة vacation. صح. انطاها باكر عطلة لكم السعودية كلها الحمد لله. احنا باكر فيكيشن. نعم. أم جعفر أريد أصعد ويا ست نادين، أني قوية كالعراق. شلون نصعد هذه البنية؟ إيش قد عندي متابعات في السعودية والله برأيك؟ كثير طبعا. بس هذه البنت عراقية اسمها قوية كالعراق، عندها مشكلة عويصة والله. طلبت كذا مرة أنه تتكلم مع الست نادين بس ما أدري عاد شلون طريقة حتى. هسه من راح حضرتك يعني ننهي راح ابلش اصعد قستات. خلي تزدي قست تنتظر. شوفي دزي قست لست نادين بسرعة لأنها فتحت الآن قبل ما يزيد العدد حتى لا يروح. تتكلمي معها طبعا. اطلبي قست مباشرة يا قوية كالعراق. بنات ساعدني والله أني تعبت، زوجي يقول ما أريدك وأني هسه عند أهلي، شو أسوي؟ روحي العبي كاراتيه وصفقي. شو تسوي؟ قيم مهلك حبيبتي وقيم مهلك. شو تسوين؟ الكرامة يعني ما يريدك يعني زحمة. قيم مهلك إن شاء الله يهدي عليك بحق لا إله إلا الله يهدي عليك إن شاء الله وتنفتح بصيرته ويرجع يشوفك صح حبيبتي. يعني أنا أسأل سؤال فني بس، هل يعقل عقلا وفكرا أن الله خلق المرأة لكي تعذب بس؟ تقريبا بالشرق الأوسط بعض الدول يعني والله شيء عجيب. يعني ما سمعت واحدة طب بهاللايفات تنطي هالبنات يعني أمل، تقولهم والله إحنا عايشين حياة فيها تزلج جليد. يعني صعدا ويا ينطني يعني أمل بالحياة، تزولي قصص إنه تجارب حلوة، إنه فشلت بزواجي نجحت بالثانية،
انه مثلا فشلتي واعتمدت على نفسك يعني اكو هنش كم وحده بس قليلات يصعدن هيك ينطن طاقه ايجابيه، الاغلب ينطون طاقه سلبيه للاسف. يعني ليش الان صايره موضه انه دائما الناجحات اما نساء منفصلات او نساء ما تزوجن كويس؟ نعم. او وحده مثلا توفى زوجها هي ارمل. نعم. فدائما هالثلاث اصناف من النساء يتربعون على عرش النجاح. يعني هل الزوج لهالدرجه هو مخلوق يعني يعرقل حركه المخلوق البشريه؟ لا أنا أعرف نساء من تزوجن إلا صارن، وبزود رجولتهن صارن، وبسند رجولتهن صارن. لا والله يا لا شوف الدنيا كل شي بيها معوضد، اكو الزين واكو المو زين، اكو اللي حكيت عليه واكو نسوان عندها وراها رياجيل صدق كفو صدق سند وصدق مثل ما يقولون. طب انا شفت صوره ايجابيه حتى يعني تشجعون الناس حتى نبث الامل في قلوب الاخرين. يعني مثلا انا يوم كنت طالب جامعه القاهره درست اللغه الانجليزيه، احيانا بايام الامتحانات في قاعات امتحانيه صح؟ نطب على قاعه الامتحان شباب وبنات لان مختلطه الجامعه. كان في بعض الطالبات تدخل حتى تقدم الاكزامينيشن حامل بالشهر الرابع او الخامس، يعني امراه بريجننت. مين اللي يوديها للجامعه؟ زوجها. زين ايش كثر هذا منظر جميل انك انت زوج مودي زوجتك وهي حامل حتى تقدم امتحانها. ليش؟ لانه انت لا تريد ان تمنعها من التعليم وتعطيها حقها بانها تحصل على شهاده علميه. يعني هذا والله شيء جميل. ليش رديت؟ قلت لك انت قلت هل معقول الرجل هيك المراه تتطلق والهاي تكون ناجحه؟ لا مو شرط، اكو بالعكس من تطلق تنكسر، اكو من يتركها زوجها او حبيبها اللي هو زوجها او جهالها ما تقدر تنهض بعد وما تقدر. يجوز كانت وياه هي في قمه النجاح بس بعدها شيرين المطربه شفتها وهواي اكو هيك تعلق وانتماء للرجل غريب. والله يعني انا موضوع لم افتش عنه ولا اريد ان افتش لا عنه. مو انت لان قلت لي اكو مو زين، قلت لك لا اكو. لا انا صدقيني اذا في حدث مؤلم مر بتاريخ الانسانيه الان بالاشهر القليله اللي مضت هو حادثه فتاه الايرانيه مو شيء. المهم الحياه طبعا انت قاعده تسوي حياه سعيده ورجع حسابك وخلي حسابك خليك حبام وخليك حباب يا راح. طيب باختصار شديد انت الان باقي دقيقه واحده وبعدين راح تشوفي الميجامي هذول راح يسولفون مو نرجع للسعوديه حتى نعرفكم فيها. المملكة العربية السعودية الآن لم يتغير فيها شيء إلا شيء واحد أساسي فقط، أنها أصبحت تمشي على السكة الدولية اللي تمشي عليها كل دول العالم. يعني الآن إذا زرت السعودية بيوم من الأيام السبب وجودها القيادة الشابة الآن التي تريد أن تنهض بهذه البلد. مو بس تنهض بالبلد فقط، تنهض بكل منطقة الشرق الأوسط، لأن عمود خيمة العرب هو المملكة العربية السعودية لسببين. أول شيء فيها قبلة 1,800,000,000 مسلم في العالم، الكعبة واحدة. اثنين بالإضافة طبعا لمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو علي العراقي شكرا يا حبيبي الله يبارك فيك. هذا النصر اللي صنعوه السعوديين هو للعراق وللشام وللعرب ولكل أمة العرب. اثنين أن فيها خزان العشائر العربية. يعني قريش من وين أتوا؟ من مكة والمدينة اللي ينتشرون بكل الدول العربية. ناس تسميهم سادة، ناس تسميهم هاشمين، مو صحيح؟ ويحكمون دولتين على مستوى العالم العربي، المغرب والأردن. فكون المملكة العربية السعودية فيها قبلة المسلمين، فيها خزان العشائر العربية، هذا يعطيها مسؤولية أمام العالم. كل سنة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع أكثر من 40 مليون مصحف، توزع على كل دول العالم مجانا. هذا مو فضل، هذا حق وواجب لهذه الدولة التي لها هذا الدور الريادي. اثنين السياحة في السعودية. مين قال ما في سياحة؟ لا في سياحة،
بس أنت شلون تستطيع أن تكتشف بلد مكون من 2,000,000 كيلومتر مربع؟ مستحيل تقدر خلال 10 أيام ولا شهر. روح للجنوب، النجران، روح للسياحة الدينية بمكة والمدينة، روح للصيد والبر بالشمال، روح للخليج العربي شرق، روح للبحر الأحمر غرب. إيش كثر الموقع رائع. حلو حلو. يعني حتى واحد يجي للرياض يتونس بموسم الرياض، شنو المطلوب من عنده أستاذ جعفر؟ لأنه دا يسألون. أنت تحملين إقامة أمريكية ولا لا؟ هسه مو أنا بس فور إكزامبل، أني يلا أنا أي مواطن عربي يحمل باسبور أوروبي يقدر يجي ياخذ فيزا سياحية، ياخذها أونلاين أو ياخذها بالمطار. بس متى ياخذها أونلاين؟ إذا ما سافر على متن الخطوط السعودية. بس يوم تسافر على متن خطوط تملكها الدولة السعودية تعطيك الفيزا بالمطار، مو مشكلة، لأنك جيت على خطوطها دافع فلوس. حلو. طيب يعني أنا أخوي من فترة يحمل باسبور أوروبي، أتى وزارنا، هو ما يحمل الجنسية السعودية، يحمل جنسية أوروبية، دخل بفيزا سياحية عاد. حلو. 90 يوم مدة الفيزا؟ 90 يوم. 90 يوم تقدر تتجول بكل مناطق المملكة، تروح تساوي عمرة، تروح تزور مسجد النبي بالمدينة. واو. يلا ننطلق للسعودية. يلا تستأجر سيارة أول ما توصل على المطار، تستأجر سيارة رينت كار، حاب تتجول بالبر أنت حر. وبالإضافة إذا مثلا نزلت المطار الدمام 400 كيلو بس للرياض 4 ساعات، يعني مشوار حلو كلش حلو. لا لأن الدمام قريبة على شنو؟ على الحدود البحرينية، بينها وبين البحرين 25 كيلو 30 كيلو عن طريق جسر الملك فهد. طيب نعم، مدينة جدة تعتبر مدينة سياحية أكيد طبعا، بس مدينة الرياض الآن تشبه نيويورك، يعني اللي تأسس بالمملكة العربية السعودية لا موجود بدبي ولا بالكويت ولا بغيرها. ليش؟ لأن بالسعودية في ناس مو فاهمين أنه فيها بنية تحتية صحيحة تأسست صح. يعني هذه بلد لا ينقطع فيها الكهرباء، لا تنقطع فيها المياه، لا تضعف فيها شبكة الإنترنت. روح شوف عمال البلدية الآن يعملون على مدار الساعة. يسألوك عندي باللايف، يمكن المتابعين أنا ما شاء الله كلش إضافات جديدة، فيقولوا لك يعني هم مشرفين بيك، بس يقول لك شو لهجتك مو سعودية. جاوبهم. أنا ما لا لهجتي مو سعودية بسبب أني من أم عراقية وأنا لست سعوديا. أنا من البادية السورية لست سعوديا. أنا أنتمي لقبيلة عنزة من مدينة تدمر بالبادية السورية، لست سعوديا. لكن مقيم في السعودية ايش قصة؟ صار لي من عام 93. واو، عمر كان تبني السعودية هسه؟ يعني كان عمري 18 سنة. لا، كل أبناء عمومتي وأولاد خالي وأولاد كلهم سعوديين لأنهم ولدوا بالسعودية. أنا مواليد سوريا، ما طالبت فيها للجنسية ولا فكرت فيها. يعني أنت شقد حلو، عندك جذور عراقية وجذور سورية وجذور سعودية. طبعا لا، لأن قبيلة عنزة الثلثينها عايشة بالعراق مو بالسعودية على فكرة، وجزء منها بسوريا والجزء الآخر بالمملكة العربية السعودية والكويت. مثل شمر فيهم العراقي، فيهم الكويتي، وفيهم السعودي، وفيهم السوري. مشايخ شمر سوري توفى من فترة، الشيخ حميدي الجربة. احنا بدو لا نعترف بهذه الباسبورات والسوالف، احنا بدو عرب، نعرف أصلنا ونعرف نحن من أين أتينا. يعني في ناس نزحت إلى الدول العربية مثل العراق والشام عادت بعد شنو؟ بعد النفط. صح. يعني هدفا بأنه يحسنون حياتهم، يعيشون حياة أفضل. وسام أنت من عشيرتي يا ابن عم، والنعم فيك يا حبيبي. فيمكن أنا أتكلم، أحاول قدر الإمكان لهجة بيضاء، بس اللكنة العراقية مثلا واضح، بس ما أتكلم ولا لغة ولا كلمة سورية أبدا. نادين السعودية فازت اليوم، لا قولي نادين الوطن العربي. الوطن العربي طبعا. اليوم في عامل محطة هندي قاعد أعبي بنزين، أنا قلتها أنت مبسوطة انتصرت السعودية 100. هذا أرجنتين خليه ولي هنديها مثل أونر لا يسمعني تابعنا، مثل أونر ماني ماني. أوكي. لا، الشعوب الآسيوية هذه المسلمة يعني ترى الوطن العربي يعني هم يتعلموا منهم كثير أشياء، لأن إحنا يعتبرونا كعرب
يعني احنا نقرا بالنبي، احنا نتكلم لغه القران فيتقربون لنا. ليش؟ انه احنا الاوريجينال سيمبل اوف ريال مسلم. يعني انت شوفي مثلا كثير من العراقيين يتكلمون بلهجه بيضاء على سالفه اللهجه. يعني شوفي كاظم الساهر بس يطلع بلقاء تلفزيوني ما يتكلم اللهجه العراقيه الثقيله، مخففه شوي طريقه الكلام اللي يتكلم فيها، لانه ثقيله اللهجه العراقيه، فيها الاتش، احكي لك، تحكي لي فيها مخارج حروف قويه. وفي بعض العبارات ما يفهموها العرب، مثل كلمه تتريل. شنو يعني تتريل؟ جيمر. شنو يعني جيمر؟ يعني تصوري وحده عراقيه متزوجه لبنانيه تقول لها اقول لك وانت جاي من السوق جيب لي وياك رقيه، زين؟ قلت لها يا عمي شو عندي رقيه؟ ما فهمت عليك شو عندي رقيه؟ ليش يسموها هم بطيخه؟ طبعا احنا عندنا البطيخ الشمام بسوريا يسمونه شمام. لا بلبنان وسوريا الاحمر والاصفر يسموه بطيخ. نعم وهكذا. فيمكن انا لهجتي تشبه اهل المنطقه الشرقيه، الاحساء، الكثيف، الخبر، دمام، ممكن شيء من هذا القبيل. ايش كم محافظه السعوديه؟ نعم ايش كم محافظه؟ شو مناطق؟ هي مقسمه الى 4 مناطق: المنطقه الشماليه والمنطقه الشرقيه والمنطقه الغربيه والمنطقه الجنوبيه. الوسط لا تعتبر منطقه، هذه عاصمه، كابيتال سيتي، هذه ذا كابيتال سيتي. يعني مساحه مدينه الرياض يمكن كبر لبنان 4 مرات. مساحه السعوديه 2,000,000 كيلومتر مربع. المحافظات الشماليه اللي هي سكاكا، الجوف، القريات، حايل، الى ما هنالك، اللي هي منازل القبائل العربيه الاصيله، شمر وبنزه وغيرها. المنطقه الشرقيه هي الاحساء والقطيف والخبر. زين. السلام عليكم. هلا استاذ علي، حياك الله وبياك. شو اخباركم؟ وين رايح تتعارك ولا رايح شنو؟ عركه عندي. تريد فزع حاضرين. مهند موجود هنا حتى تكمل السبحه. وين مهند؟ اهلا وسهلا بالاستاذ علي الحبيب. هلا والله.